إنسان تقدم له كل شيء، تغير بنفسك، تحب أشياء كنت تكرهها على موده، تحب ناس يعني ما تستلطفهم على موده، وفجأة يقرر أنه يطلع من حياتك. يعني بعد الطيبة كلها والوفاء والاهتمام يقرر هيك قرار، وبدون ما تعرف ليش وبدون ما تعرف شنو السبب. زين أنا الغلط اللي مسويه شنو اللي بدر مني، ويروح ويشوف حياته. فأنت هنا تنصدم بس ورا فترة تبدي تستوعب وتبدي تعيش وتبدي تفكر أنه إنسان هيك سوى، راح بإرادته وفتح الباب وطلع، من يرجع ما يرجع يدق الباب يلا ينقبل أو ما ينقبل، مستحيل. فوسط ناس حتى إنه أنا أعتذر وأريد أرجع. فجوابي كان له بقصيدة. شنو قلت؟ قلت له قل له لا يعتذر، ردت تركته بجرح يضحك ويتعافى. الله. وقل له راحل قبل حطيت من التعب راسك على اجتافه. الله. شو راجع ومبتسم والضحكة بشفافه، قلوا له علما يجي لا هلا بجيته بعد لا عاش من شافه. الله الله. وقلوا له ظل يمك ذاك اللي حلمه قبل من نيدك يلزمك، مو من معزة ترى قال لك حبيبي هلا بس اشتبه باسمك. الله. ومنيته ما تقترب ويصير ما يهمك، وقلوا له هذا أنا، وقلوا له ما ظل حكي وأيس بعد ما يجي لسانك على لسانه. يا سلام. ذاك البهت من غبت رجعت له ألوانه. وقلوا له راحل قبل نفسيته تعبان. وقلوا له هسه انتبه لأيامه وأحواله، ومو ما يحس بألم، بس العذاب اللي يجي من غيرك أحلاله. الله. على الأقل مو عن قصد، وعلى الأقل هذا ألم من بشر يبقاله. هسه يقول تعبت والليل ما نامه، قلوا له أوقف لأن عايش هنا أيام.